نفسك تعمل فيديوهات سينمائية شبه الأفلام الأجنبي بجودة عالية في الصورة، حركة كاميرا احترافية وصوت واقعي، فالفيديو ده هيكون مفاجأة ليك. النهاردة هعرفك على مولد فيديو قوي جدا بالذكاء الاصطناعي يقدر يحول أي فكرة عندك لمشهد سينمائي كامل خلال ثواني، والأجمل إنه بيديك 2 مليون كوين مجانا. Great power! Great power! زي ما شفنا دلوقتي النتيجة احترافية جدا من حيث الصورة والصوت والإخراج السينمائي، وكأنك بتشاهد مشهد من فيلم أجنبي حقيقي. في فيديو النهاردة هشرح لك خطوة بخطوة ازاي تسجل فيه وازاي تستخدمه صح، وكمان هعلمك تعمل طريقة كتابة برومتات احترافية تخلي الفيديوهات اللي بتعملها تطلع بجودة عالية جدا. مهتم بصناعة محتوى وعايز تطور فيديوهاتك لمستوى احترافي، كمل معايا للنهاية وما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد في عالم صناعة المحتوى والاي اي. دي واجهة الموقع، هسيب لك اللينك تحت في الكومنت المثبت. هتظهر معاك الواجهة بالشكل ده أول ما هتدخل عليه. هتيجي عشان تسجل دخول هتضغط هنا على sign up، هيفتح معاك الواجهة دي. تقدر تسجل بأي ميل عادي أو تقدر إنك تسجل بإيميل جوجل على حسب ما هتحب. بعد ما بتسجل بقى بإيميل جوجل هيفتح معاك الواجهة دي تاني زي ما انتوا شايفين كده. تمام. أول خطوة هتعملها بقى إنك هتيجي هنا تضغط عليها بالشكل ده، فهيفتح معاك الواجهة اللي انتوا شايفينها دي. عندنا أول اختيار عندنا إن احنا هنعمل الفيديوهات، وبعدين هوريكم ازاي هنعمل الصور. هتضغط هنا بالشكل ده فهيفتح معاك الواجهة دي. من هنا بقى هتلاقي أحدث الموديلات حرفيًا زي ما انتوا شايفين كده. تقدر إنك تستخدم أي موديل من ده بشكل مجاني، وهيطلع لك أفلام احترافية شبه الأفلام الأجنبي حرفيًا، وكمان بيديك 2 مليون كوين بشكل مجاني. زي ما انتوا شايفين كده الموديلات دي جديدة جدًا، وتقدر إنك تستخدمها بشكل مجاني زي ما انتوا شايفين كده، وزي ما هنشتغل مع بعض النهاردة. هتيجي هنا بقى عشان تكتب له البرومبت هتلاقيه مديك أمثلة تحت. لو ضغطت على أي واحد من دول كده تضغط عليه بالشكل ده، وبعدين بقى هتيجي تحدد عليه كده كله كوبي زي ما انتوا شايفين كده. الخطوة دي مهمة. بعد ما بتحدد عليه كوبي هتروح تفتح شات جي بي تي على الموبايل عندك او على الجهاز بتاعك، وهتيجي تعمل البرومبت هنا كده نسخ. تمام. هتعمله بيست اللي انت لسه واخده كوبي، وقلت له اعمل لي برومبت زي ده وخليه مشهد ظهور حيوان ضخم في نص المدينة يجري خلف بنت والناس خايفة يعني. تمام. واقوم بعته له. حطيت له البرومبت ده علشان يعمل لي نفس الستايل بتاعه، يعني بديله مثال، فاهمين؟ فعشان كده بقول لك الخطوة دي مهمة. فبدأت أبعتها له بقى وهو هيبدأ يكتب لي البرومبت بتاعي زي ما أنا طالبة منه بالظبط. تقدر تكتب أي فكرة في دماغك زي ما انتوا شايفين كده. بدأ إن هو يخلص لي البرومبت. تبدأ بقى تحدد على البرومبت كله كوبي كده. تمام. علشان نروح نحوله إلى فيديو. فهتبدأ بقى إنك تحدد عليه كله بالشكل ده وتاخده كوبي، عشان كده يبقى معاك نسخة منه. وبعدين هترجع تاني إلى الموقع زي ما احنا شايفين كده، وهنمسح البرومبت ده بقى ما بقيناش محتاجينه، وهتمسح الصورة دي كده. تمام. وبعدين هتعمل هنا بيست للبرومبت بتاعك الجديد اللي لسه واخده من شات جي بي تي بس كده. وبعدين بتضغط هنا. بس قبل ما تضغط هنا بقى تعالى هنا نظبط الإعدادات وأعرفك عليها. من هنا تقدر تعمل لحد 4 فيديوهات في المرة الواحدة، وهنا عندك كل المقاسات متوفرة. تقدر تعمل أي مقاس انت حابه سواء بالطول أو بالعرض، سواء شورتس أو يوتيوب زي ما انت حابب. وهنا تقدر بقى تعمل 4 فيديوهات، تقلل، عايز 3 فيديوهات في المرة الواحدة، فيديو واحد زي ما انت حابب زي ما احنا شايفين. وكمان بقى بتظبط كل اعداداتك كده. وبعد ما بتخلص كل اعداداتك اللي انت عايزها بتفعل دي عشان الصوت يطلع، وبعدين بتضغط هنا وهتبدأ بقى ان هو يعمل لك الفيديو بشكل احترافي ما بياخدش وقت خالص. وبجد موقع تحفة جدا هتحبوه قوي وهيطلع لك نتائج احترافية زي ما انتوا شايفين كده. اهو الفيديو بدأ يتعمل معايا مخدش وقت خالص زي ما احنا شايفين. تعالوا بقى كده نشوفه مع بعض هيكون عامل ازاي. هنضغط عليه بالشكل ده. You're in Banta! Great power! Jenna! احنا شايفين النتيجة طالعة احترافية ازاي. الحركة والكاميرا بجد تحفة جدا وكأنك جايبه من فيلم أجنبي. فبجد هتقدر تعمل أفلام احترافية زي ما احنا شايفين كده مع بعض وبشكل مجاني. بجد الموديل ده تحفة جدا. تقدروا انكم تستخدموه وتطلعوا منه فيديوهات احترافية. وعلشان تعرف استهلاكك هتقدر تعرفه من هنا زي ما انتوا شايفين كده. بيديك 2 مليون كوين فري عشان تعرف بقى استخداماتك، استخدمت قد ايه او فاضلك قد ايه، بتعرفه من هنا زي
ما إحنا شايفين كده بجد تحفة جدًا، وتقدروا تعملوا فيديوهات كتير جدًا وتطلع بجودة احترافية. تعالوا كده نعمل مع بعض فيديو تاني ونشوف هيعمله لنا إزاي. لو جيت هنا تقدر تعمل بدل فيديو واحد في المرة الواحدة تقدر إنك تزوّد، وكمان تقدر إنك تزوّد عدد الدقايق، بدل مثلًا 10 دقايق تقدر إنك تزوّد وتخلّيه مثلًا 12 ثانية زي ما أنتم شايفين كده، تقلل أو تزوّد براحتك، تقدر تتحكم فيها. وكمان هنا تقدر إنك تعمل أكتر من فيديو في المرة الواحدة، يعني أنا مثلًا هاخلّيهم هنا المرة دي هنعمل فيديوهين في المرة الواحدة ونشوف هيعمله لنا إزاي. وكمان بتختار المقاس اللي أنت عايزه، بتضبّط برضه كل إعداداتك كده، وبعدين بقى بتيجي هنا ترجع تاني لChatGPT قُلت له عايزة بقى غواصون تحت أعماق المحيط، وكتبت لهم الفكرة اللي عندي، هاسيب لكم كل حاجة تحت في الcomment المثبت، تقدر بقى تكتب أنت أفكارك، يعني كل حاجة أنت عايزها تقدر إنك تكتبها بكل سهولة، هتلاقيه بدأ إن هو يكتب لك الprompt بشكل احترافي، هتبدأ تحدد عليه كده وتاخده copy بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، وبعدين بترجع بقى تاني على الموقع بعد ما بتاخدوا الcopy، وبعدين بتيجي هنا تحطه له paste بس كده، وخلال 5 ثواني بالكتير هتلاقيه إن هو بدأ يعمله لك. بعد ما بتضبط كل إعداداتك المدة والمقاس وكل حاجة بتضغط هنا وبس كده، هتلاقيه أهو بدأ إن هو يعمل لك فيديوهين مع بعض بشكل احترافي، ودي قليل أصلًا إنك تلاقيها في المواقع المدفوعة، ما فيش حاجة بتعمل فيديوهين مع بعض، فبجد تحفة أوي، هتلاقيه خلال ثواني دلوقتي بدأ إن هو يعمل لك فيديوهات، وتقدر إنك بقى تختار أي موديل من دول أنت عايزهم، بس أنا الصراحة باحب أشتغل بالموديل الأول، فإن يكون معاك 2.000.000 تقدر إنك تعمل فيديوهات براحتك بأي موديل أنت حابه، فدي حاجة جميلة جدًا. زي ما إحنا شايفين كده طلّع لي الفيديوهين أهو بشكل احترافي، تعالوا كده نشوفهم مع بعض بقى عملهم لي إزاي. بتيجي بقى تضغط عليه بالشكل ده. تفاصيل عالية جدًا وكل حاجة طالعة بشكل احترافي زي ما إحنا شايفين كده مع بعض، فبجد حاجة جميلة جدًا. تعالوا كده نشوف الفيديو التاني برضه عمله لنا إزاي. زي ما أنا كاتبة له في الprompt بالضبط بيطلّع لي نفس التفاصيل اللي أنا عايزاها، عايز بقى حاجة تحت المَيّة، عايز أي حاجة في خيالك بتكتبها لChatGPT وهو بيحولها لك إلى prompt احترافي، وبجد بتقدر تحوّل أفكارك إلى مشاهد سينمائية زي ما إحنا شايفين كده. زي ما أنتم شايفين خلال الbox اللي تحت ده تقدر تعمل له بقى أي prompt ييجي في خيالك، بتيجي هنا عند الإعدادات تقدر تعمل أكتر من فيديوهين زي ما قُلت لك لو عايز تعمل 3، 4، 5 زي ما أنت حابب تقدر تعمل في المرة الواحدة أو بالprompt الواحد كذا مشهد، زي ما إحنا شايفين كده عمل لي الفيديوهين بشكل احترافي، تقدر إنك تتحكم في كل حاجة من هنا زي ما إحنا عملنا مع بعض، فبجد ما فيش أحلى ولا أسهل من كده، وكمان عدد الثواني برضه بتقدر تطلّع عدد الثواني اللي أنت عايزه. هتيجي بقى تمسح الprompt القديم بتاعك بالشكل ده، وهاوريكم برضه نتيجة تانية عشان أوريكم إزاي الموقع نتايجه احترافية تمام. هنرجع تاني لChatGPT وأنا قُلت له هنا عايزة بقى راجل شجاع، وبدأت أكتب له الفكرة اللي عندي تمام، وبدأ هو إن هو يكتب لي الprompt، تقدر تكتب له زي ما أنا قُلت لك أي فكرة أنت حاببها في دماغك، وهتلاقي إن هو بدأ إن هو يحوّلها لك كده. بدأت أحدد عليه copy بالشكل اللي أنتم شايفينه ده تمام، وبعد ما أخدته copy هابدأ أرجع تاني للموقع وهاجي هنا وهاحطه له paste زي ما إحنا شايفين كده، خلّصت كل إعداداتي وهاضغط هنا، خلال ثواني برضه هيبدأ يعمل لي فيديوهين بشكل احترافي زي ما إحنا شايفين كده مع بعض، ما بياخدش وقت خالص وبيطلّع لك الفيديوهات زي ما إحنا شايفين طلّع لي برضه الفيديوهين بشكل احترافي. تعالوا كده نشوفه مع بعض عامل إزاي. لو بصيتوا على التفاصيل وكل حاجة زي ما أنا باكتب له في الprompt بيطلّعها لي، بجد التفاصيل حلوة والصوت وحركة الكاميرا كل حاجة طالعة مضبوطة بجد بطريقة احترافية. وكمان عمل لي الفيديو التاني، دي حاجة حلوة أوي مش هتلاقيها في المواقع المدفوعة إن هو يعمل لك فيديوهين في نفس الوقت أو أكتر كمان، فبجد دي حاجة جميلة جدًا تقدروا إنكم تستغلوها بشكل صحيح. أقل من 10 دقايق هتعرف تعمل أفلام أجنبية سينمائية أيًا كان محتواك، هتطلّع أفكار جميلة جدًا ومشاهد تحفة زي ما إحنا شايفين. هتيجي عشان تنزّله بتضغط هنا على السهم وبينزل معاك على الجهاز بكل سهولة زي ما إحنا شايفين كده، بتيجي تختار الفيديو اللي عجبك أو النتيجة اللي عجبتك وتضغط على السهم ده ويبدأ ينزل معاك على الجهاز بكل سهولة وبشكل مجاني. تبدأ بقى إنك تنزّل شغلك كله على الجهاز، تقدر إنكم تجمّعهم كلّهم عشان تعمل فيديو طويل مثلًا أو فيلم كامل من خلال أي برنامج مونتاج عندك زي ما إحنا كنا بنشرح في الفيديوهات اللي قبل كده، وهاسيبهم لك برضه تحت في الcomment المثبت. لو حبيت تيجي هنا مثلًا وتغيّر الموديل أو تجرّب أي حاجة من أي موديل من دول،
تقدر إنك تعلم عليها وتغيرها بشكل مجاني برضه وبكل سهولة. كده معاك عدد كوين كتير للتجربة فبراحتك بقى. تاني خطوة بقى معانا إنك تعمل صور. تقدر إنك تعمل صور من خلال الموقع بشكل مجاني، بتضغط هنا على image، بعد ما بتضغط عليها بالشكل ده يفتح معاك الواجهة دي واللي من خلالها تقدر تعمل الصور بتاعتك بشكل احترافي. من تحت هنا تقدر تختار المقاس اللي انت عايزه برضه وتظبط اعداداتك، وكمان تقدر تختار سواء بالطول او بالعرض او اي مقاس انت حابه زي ما انتوا شايفين كده، وكمان تقدر تعمله بجودة 2K، فدي حاجة كويسة جدا. هتيجي هنا وهتكتب له البرومبت بتاعك، ولو جيت دوست هنا هتلاقي برضه موديلات كتير وهتلاقيه مختار لك احدث موديل وهتلاقيه معلم لك عليه. لو مش عاجبك تقدر انك تختار اي موديل تاني، بس الموديل ده تحفة حقيقي. تقدر من هنا بقى تكتب له اي برومبت انت عايز تحوله الى صورة، وكمان لو عندك صورة تقدر ترفعه له من هنا لو حابب تغير عليها حاجة. تمام، هتضغط هنا. شايفين الصورة طالعة معايا بشكل احترافي وزي ما انا طلبت منه بالظبط، زي ما انتوا شايفين كده التفاصيل كلها طالعة بشكل احترافي ازاي. فبجد الموقع من خلال الصور او الفيديوهات بيطلع نتائج احترافية جدا. هتيجي عشان تنزلها بتضغط هنا وهتنزل معاك بكل سهولة زي ما انتوا شايفين بقى. هنا اول حاجة الصور وبعدين هنا الفيديوهات زي ما احنا شايفين كده، وانا هنا كنت عملت فيديو تاني، تعالوا كده نشوفه مع بعض واوريلكوا الاحترافية. Great Paul! Great انتوا Paul! شفتوا التفاصيل طالعة احترافية ازاي، فحرفيا تقدر تعمل افلام اجنبي مجانا وبضغطة زر واحدة. بتدوس هنا وهينزل معاك على الجهاز بكل سهولة. تقدر بقى تعمل المشاهد بتاعتك مجانا. لو عجبك الشرح متنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد في عالم صناعة المحتوى والاي اي، وتشارك الفيديوهات مع اصحابك.